عفشة العربية أو نظام التعليق واحد من الأنظمة الأساسية لتسيير العربية أساسا، وواحد من أهم الأنظمة اللي بتساعد على راحة الركاب وكمان في أمان العربية. أنا مؤمن الوزير، وفي فيديو النهاردة هكلمكم عن نظام التعليق في العربيات أو العفشة في العربيات، وهشرح لكم وظائفه وكمان مكوناته وبعض أعراض التلف لبعض الأجزاء بتاعته. ويلا بينا. قبل ما نبدا فيديو النهارده حابب افكركم تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل جديد، ولو بتتفرجوا على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك وفولو للبيج، وكمان هتلاقوا اكونت الانستجرام بتاعي بينزل عليه اخبار العربيات اول باول. نظام التعليق في العربية اتطور طبعا على مر السنين اللي فاتت دي لحد يومنا هذا، وبيحصل فيه تطور اول باول عشان نلاقي راحة اكبر للركاب وكمان توازن العربية اكتر، وده بيحسن طبعا من الامان بتاع العربية. اول حاجة في العفشة او اول حاجة في نظام التعليق وهي القنطرة. قنطرة العربية بتركب في العربية من تحت وبتثبت في الشاسيه بتاع العربية من تحت من عند فرد الشاسيه، وخلي بالك ان اي خلل في القنطرة دي هتلاقي العربية معاك مش موزونة اطلاقا. يعني لو مثلا خبطت مثلا في رصيف او طلعت على رصيف او لطشت في بلاعه ايا كان، القنطره دي بتبقى تحت فرد الشاسيه، لو هي اتخبطت او اتلوحت حصل فيها عوجه ايا كان هتلاقي العربيه مش موزونه معاك، لان الموضوع ده حصل معايا قبل كده في عربيه كانت معايا قبل كده. كان عندي مشكله في القنطره بتاعت العربيه، فالعربيه ثباتها ما كانش احسن حاجه. تاني حاجه في نظام التعليق وهي حاجه مهمه جدا جدا وهي المساعدين. المساعدين بتاعت العربيه اصلا بتتكون من 3 اجزاء. اول حاجه المساعد نفسه، وتاني حاجه السوست او اليايات، وتالت حاجه البطاحات. طيب اول حاجه المساعد ده وظيفته ان هو بيمتص صدمات وعيوب الطريق وبيقللها بحيث انها ما توصلش للركاب بتاعت العربيه بصوره كبيره. يعني انت مثلا لبست مطب جامد مش هتحس، يعني انت اصلا الاحساس اللي انت بتحس بيه ده مش احساس المطب بجد. يعني انت لو ركبت عربيه حتى مثلا عفشتها ضعيفه، يعني المساعدين بتاعتها ضاربين، هتلاقي ان العربيه لا المطب يعني انت هتحس بالمطب في عظمك، فالموضوع بيختلف يعني جدا. لو مساعد العربيه حالته مش كويسه ده بيفرق معاك طبعا. وكمان تعرف منين ان المساعد ده تالف او سليم. المساعد لو تالف هتلاقي العربيه بعد المطب مثلا او بعد حفره او ايا كان هتلاقي ان العربيه بتتنطط، يعني سواء العربيه بتتنطط فتره كبيره بعد المطب ده العربيه بتفضل تتنطط، يا اما هتلاقي العربيه محجره والمساعد اصلا ما بينزلش. في الحالتين المساعد تالف وانت محتاج تغيره. وعلى فكره المساعد كمان لما بيتلف وبيبوظ ده بيأثر بصوره كبيره جدا جدا على الثبات بتاع العربيه. تاني حاجه عندنا في المساعدين وهي اليايات او السوست. السوست دي هي اللي بتتحكم في علو وطو العربيه، يعني بتتحكم في ارتفاع العربيه عن الارض. وطبعا اليايات والسوست دي بيبقى في منها انواع، وكمان بينزل منها يايات سبور اللي بتبقى اقصر شويه للناس اللي بتبقى عايزه انها توطي العربيه من غير ما تغير كويل اوفر او تجيب مساعد نفسه رياضي. فطبعا في ناس تلجأ لأرخص حل من بعدها انها تجيب يايات سبور. طبعا في ناس تانية بتلجأ انها تقص المساعد، وده يعني تقص سيستم مساعد، وده طبعا حل انا ما برشحوش لاي حد خالص لان هو خطر جدا جدا. تالت حاجه في المساعد وهي البطاحات. البطاحات دي هي من الاخر كده جزء الوصل ما بين الشاسيه بتاع العربيه وما بين المساعد، هي اللي بتمسك في المساعد ومن الناحيه التانية بتمسك في الشاسيه بتاع العربيه. فطبعا اكيد يعني لو اي حد عارف البطاحات اللي موجوده في الكبوت هي دي اللي بيمسك فيها البطاحه بتاعت المساعد من تحت. وبعد كده عندنا المقصات، والمقصات دي هي اللي بتحجم او بتلجم العجله نفسها بحيث ان العجله ما تطلعش لقدام او ترجع لورا، او كمان انها تتحكم لو العربيه اترفعت عن الارض تلاقي العجله ما نزلتش قوي، يعني العجله مش هتقع طبعا ولا هتسيب العربيه وتنزل، اللي هي بتتحكم برده في نزول العجله وطلوعها، يعني قد ايه العجله تطلع لفوق وقد ايه العجله تنزل لتحت، وكمان ان العجله ما تطلعش لقدام او ترجع لورا، لان اي تلف في المقص بيأثر معاك على التوجيه بتاع العربيه. خلي بالك ده ان المقص ده بيبقى مهم جدا جدا. اما رابع حاجه بقى في نظام التعليق وهي الكبالين. الكبالين دي هي تعتبر حاجتين في حاجه واحده، وهي كوبلين خارجي وكوبلين داخلي. الكوبلين الداخلي هو العنصر الاساسي او حجر الاساس في حركه العربيه اصلا، لان الكوبلين الداخلي ده بيبقى متوصل بفتيس العربيه وبينقل الحركه من فتيس العربيه للكوبلين الخارجي، بالتالي بينقل للعجلات. وتعرف منين ان اي كوبلين في الكوبلينين تالف؟ لو الكوبلين الداخلي تالف فهتلاقي العربيه مجرد ما تدور، لو انت عربيه اوتوماتيك وجبت نقلت من البيل اي غيار تاني او اي حاره تانيه، هتلاقي ان العربيه فيها رجه شديده وانت واقف، سواء وانت بتتحرك او وانت واقف هتلاقي في رجه شديده. فلو ما فيش معاك رجه فانت كده اطمن على الكبالين الداخليه. طب تعرف منين الكبالين الخارجيه تالفه؟ هتلاقي الكوبلين وانت بتلف الطاره، يعني انت بتلف العجله بتاعت العربيه يمين او شمال تسمع صوت طقطقه. خلي بالك جدا، صوت طقطقه هتسمعه في الملفات اعرف ان في عندك كوبلين بايظ. وطبعا انا بنصح اي حد مجرد ما يسمع صوت الطقطقه بتاعت الكبالين غيره فورا في اسرع وقت، لان الكبالين لا قدر الله ممكن لو انت بتاخد ملف على سرعه او ملف شديد على سرعه ممكن تلاقي الكوبلين يفرط منك. ومن ثم بعد كده عندنا الطنابير. والطنابير دي بتلعب بقى عامل مهم جدا عندنا، هي اللي بيمسك فيها العجل وبيربط فيها المساعد وبيمسك فيها المقص وبيمسك فيها تيش الميزان، بيمسك فيها حاجات كتير جدا، وكمان حتى الفرامل كمان تبقى على الطنابير. فطبعا الطنابير دي مهمه جدا جدا. فالطنابير دي هي بتمسك في العجله وبتوجه العجله يمين او شمال، العجله بتاعت العربيه يمين او شمال، وطبعا بتحافظ يعني بيبقى راكب عليها نظام الفرامل او التيل بتاع الفرامل، فبتخلي العربيه تهدي او تفرمل، وبيبقى ماسك فيها مساعد. فبتبقى برضو الطنابير دي مهمه جدا. ازاي تحافظ على الطنابير بتاعت عربيتك؟ ان انت
يعني بعد مثلا انت العربيه سخنه او انت جاي في شمس، ماشي في شمس عامه ورايح تغسل العربيه بتاعتك، اوعى تجيب ميه خالص على الطنابير بتاعت العربيه، لان ده مع الوقت هيعمل لك ريجه في الطنابير، او هتلاقي الطنابير يعني الطنبوره مش ممسوحه حته واحده، لا هتلاقيها فيها انعواج. طب تعرف منين ان انت الطنابير بتاعتك بايظه؟ هتيجي مثلا وانت ماشي تدي فرامل، تدوس فرامل، هتلاقي الطاره بتاعت العربيه معاك بتتهز او فيها رجه، فاعرف يعني لو الرجه على قد دوست الفرامل فاعرف ان دي كده عندك الطرابير الامامي في ذمه الله وودعها. وبعد كده عندنا علبه الدركسيون، طبعا مش محتاج اقول لكم هي بتعمل ايه. علبه الدركسيون هي اللي بتنقل توجيه او حركه قائد السياره للعجلات. وكمان علبه الدركسيون دي بتبقى مكونه من قطع كتير جدا، اولهم مثلا الصليبه، والصليبه دي اللي هي اللي بتنقل حركه الطاره نفسها يمين وشمال، تنقلها لعلبه الدركسيون، ومن ثم البارات الداخليه والبارات الخارجيه. والبارات الخارجيه دي هي اللي بتكون متوصله في الطنابير بتاعه العربيه عن طريق الشمعدان. يعني يعتبر البارات الخارجيه دي اللي بتتحكم في توجيه الطنابير بتاعه العربيه بانها تودي العجلات يمين او شمال. واخر حاجه معانا في نظام التعليق في العربيه، وهي منتشره في الموديلات الحديثه، مش موجوده كتير جدا في الموديلات القديمه من العربيات، وهي الميزان. الميزان ده بيبقى متوصل يعتبر ما بين العجلتين عشان يعمل توازن يعني توازن للعربيه في الملفات والمنعطفات الشديده. ولو عندك الشمعدان ده بايظ هتحس ان العربيه ظهر فيها ظاهره الاندر ستير كتير جدا، يعني هتلاقي العربيه بتعوم منك من قدام بصوره كبيره. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن نظام التعليق في العربيه، وكان معاكم مؤمن الوزير، واتمنى الفيديو ده لو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان اشتركوا في القناه بتاعتي لو مش مشتركين، ولو بتتفرجوا من على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك للبيج على الفيسبوك، ولايك للفيديو، وكمان شير مع كل اصحابكم. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير، سلام.